افتكر زمان يا جماعه كان في مشكله في مركز حراسه المرمى في الدوري المصري، فالاتحاد الكره المصري عمل ايه؟ قال خلاص مش هنجيب محترفين مصريين تاني، وده كان احدى الحلول اللي نقذ الكره المصريه. وعلشان يبرزوا حراس زي عصام الحضري زي محمد الشناوي، ده كان حلول علشان الكره المصريه تفضل واقفه على، يعني تفضل واقفة وتقدر تنتج على البطولات الأفريقية. الكرة السودانية حاليا يا جماعة الجماهير عندها إحباط شديد جدا بعد مستوى المريخ ومستوى الهلال السوداني. في البطولات الأفريقية الجماهير كلها بتسأل امتى هنرجع تاني، امتى هيبقى لنا شكل أفريقي، امتى هنقدر ناخد البطولات الأفريقية. الموضوع يا جماعة مش بالكلام بس، الموضوع عايز، لو انت بتتكلم، لا الموضوع ممكن ياخد على الأقل، مش عايز أقول قرن ولا عايز أقول ممكن 10 سنين أو 5 سنين. لو في تنظيم جيد الموضوع ده ينتهي ببساطة. شوف مراكز الضعف فين على مستوى الكرة السودانية وامنع المحترفين، ده شيء إيجابي جدا. تمنع المحترفين ده رقم واحد. المدارس النشء، مفيش مدارس تعتبر جيدة حتى الآن. لازم يبقى في مدارس تأهيلية بشكل قوي جدا وبشكل تنافسي، مش على شكل عشوائي. لازم يبقى في مدارس تأهيلية بشكل كويس جدا. لازم يبقى في أكاديميات ومدارس علشان الناس، عشان اللعيبة اللي تطلع يعني بشكل رائع، وزي مثلا أجيال هيثم مصطفى ومهند الطاهر. الناس دي كلها اللي هي كانت فعلا عندها الموهبة. اللعيبة حاليا يا جماعة ممكن تحس إن الطابع البدني يعني أقوى من الطابع الفني أو الطابع المهاري. ده ليه؟ لأن زي ما بقول لكم يا جماعة الموضوع محتاج مدارس. ممكن يبقى فيه لعيبة جيدة جدا ولكن ما بتاخدش الفرصة، محدش شايفها. لازم يبقى فيه كشافين أكتر من كده عشان يطلعوا مواهب ممتازة جدا. زي ما بقول لكم في فرص طبعا للهلال، في فرص للمريخ في الصعود، ولكن صعبة جدا 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 في الوقت الحالي. ممكن يكون فرص الهلال اكتر نسبيا، ولكن زي ما بقول لكم الكرة حاليا الناس الجماهير على السوشيال ميديا زعلانة وحزينة بسبب الأداء اللي قدمه الهلال والمريخ. قالوا احنا صرفنا كتير وعملنا ميركاتو رائع جدا وبرضه الحصيلة ما كانتش كده. فزي ما بقول لكم انا الحلول بالنسبة لي زي ما الاتحاد المصري زمان كده وجد حل، لان كان مصر كانت ما عندهاش حراسة مرمى زمان. كان دايما عندنا مشكلة في حراسة المرمى. اتحاد الكرة المصري عمل ايه؟ لان كان عندنا كمان محترفين اجانب في حراسة المرمى، منع ان اي نادي يشتري محترف اجنبي من الخارج. فبالتالي بقى في حراس مصريين كتير جدا في كل نادي، فطلعنا حراس مرمى كتير. ده احد الحلول مثلا بكلمكم في نفس الفكره ونفس العقليه. فلازم يبقى في يا جماعه مدارس، لازم يبقى في كشافين، دي اهم حاجه كشافين يا جماعه. لازم يبقى في كشافين يدوروا على المواهب، لان في مواهب كتيره جدا في السودان ولكن ما بتاخدش الفرصه. فالحلول يا جماعه في المدارس والحلول في الكشافين. وزي ما بقول لكم ده برضو ده احدى الاسباب مش السبب كامل، لان الاسباب لا دي عايزة حلقات نتكلم فيها كتير جدا. ولكن ان شاء الله في خير. احنا بنشوف برضو على مستوى المنتخب لا في تطوير. شفنا السودان قدام غانا عملت ايه. زي ما بقول لكم مش عايزين الاحباط يسيطر على الجماهير. ممكن بكل شيء وارد، ممكن تلاقي الهلال والمريخ في الاخر صعدوا، ولكن طبعا خلينا واقعيين الفرص صعبة جدا. لكن احنا بنتكلم في اللي جاي، بنتكلم في المواسم اللي جاية ان شاء الله يكون في تطوير. زي ما بقول لكم انا شايف ان اكبر سبب هو الكشافة. لازم يبقى في كشافين اكتر يدوروا على المواهب اللي موجودة في الكرة السودانية، لان زي ما بقول لكم يا جماعة الكرة السودانية مليانة بالمواهب ولكن مستنية اللي يديها الفرصة. ده بالنسبة لي، ده وجهة نظري. اكتب وجهة نظرك في التعليق. الحلقة دي مهمة جدا، فأتمنى بس تعمل لايك عشان اللايك هو اللي بيساعد الفيديو ينتشر. تكتب لي تعليق، بتعمل اشتراك وسبسكرايب في اشتراك، وأهم حاجة يا جماعة تفعل جرس التنبيهات، لأن جرس التنبيهات ده هو اللي بيخلي الفيديو يوصل لك. ففعله دوس كول أو كل عشان يوصل لك كل جديد. كما كنت سموح إن شاء الله أشوفكم في فيديوهات تانية كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.